والورد والياسمين واحلى مساء في الدنيا على كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا من خلال راديو ستارت، ومن خلال الناس اللي بتتابعني وبتشوفني انا برنامج اسلوب حياه مع منى عبد الحميد كل يوم الساعه 7 على راديو ستارت. طبعا قبل ما ابدا اي كلام انا مستنيه كل مشاركاتكم وتعليقاتكم على اللايف بتاعي من خلال الفيسبوك بيج راديو ستارت. هنتكلم النهارده عن موضوع هو فعلا اسلوب حياه. الموضوع ألا هو لغة الحوار. قبل ما نبدأ الحلقة وقبل ما نتكلم فيها عملنا استفتاء صغير كده اللي هو نبتدي نسأل الناس يعني ايه اصلا حوار. ناس كتير مش عارفة. ناس بتقول ان هو مجرد مناقشة بين شخصين. في ناس تانية بتقول هي محادثة بين طرفين وطريقة نقاش وتواصل بين اشخاص، يعني اللي هي مناقشة وحوار بين شخصين وطريقة عشان يوصلوا لكلام جميل ممكن يكون المعنى، بس هو كمان ليه معنى تاني. حد تاني بيقول هي محادثة باحترام لجميع الأطراف ورأي بناء مش هدام، برضو ممكن يدخل تحت بند الحوار. الحوار بمنتهى البساطة هو مجرد كلام، تحاور، مناقشة بين شخصين بس الاتنين يكونوا بيسمعوا بعض، ودي اهم حاجة في الحوار. ده فعلا الرأي اللي انا كنت مستنية ان انا اشوفه على كذا بيج سألت عليه، بس يعني ايه حوار؟ فكرة حوار او مناقشة ناس كتير جدا بتتكلم وبتفتكر ان هي كده بتعمل حوار، لكن بينقصوا اهم حاجة في الحوار اصلا، ان هي اساس الحوار اللي هي الاستماع، ان انت تكون مستمع جيد. اساسا الحوار او طريقة النقاش بتبقى ليها معايير معينة عشان يبقى فعلا ده حوار جيد او نقاش جيد، او ينفع نقول ان احنا كده دخلنا في حوار طلعنا منه باستفادة او ناس طلع بمكسب من الموضوع كله. اول حاجة طبعا ان احنا نكون بنتكلم بصدق. ما ينفعش اكون بتكلم مع حد وبعمل معاه حوار او في نقاش بيني وبين شخص وفي كذب في الموضوع، كده ده ما يبقاش حوار ولا نقاش، ده كده بيبقى حواديت جد وعلي بقى وهنبتدي نهزر. ده مش نقاش، كده ناس عاقله وناس بتتكلم واشخاص بتعمل حوار فعلا، ناس فاهمه الكلام يعني ايه. لازم يكون في صدق في الموضوع. لازم يكون في كذا موقف، يعني لازم على حسب الموقف اللي انا هتعامل فيه مع الشخص اللي قدامي، واختلاف الموقف بيختلف مع الكلام، مع يعني كل حاجة وليها مكانها، كل حاجة وليها وضعها، زي ما بيقولوا لكل مقام مقال. قبل ما اعمل حوار لازم اكون فاهمة كويس جدا الشخصية اللي قدامي. مثلا شخصية مرحة فهدخل لها في الحوار بطريقة الهزار والمرح والدعابة والهزار والكلام، هوصل لها الفكرة اللي انا عايزة اوصلها لها بس بطريقة هتوصل لها. شخص سيريس قوي وكل حاجة عنده بالشوكة والسكينة وما عندهوش حد يهمس جنبه، الناس المتعنتة شوية دي في افكارها، برضو بهدوء. اهم حاجة دي نمبر 1 اصلا في الحوار، بهدوء وبشياكة وبجدية. ما دخلش طبعا هزار كتير في الكلام، ما اتكلمش في حاجات ممكن تكون خارج تفكيره، انا اعرف شخصية اللي قدامي فين وادخله من الثغرة بتاعته، زي ما بيقولوا كده بيدخل لي من ثغراتي. برضو من ضمن الحاجات ان انا لما اجي اتكلم مع حد اركز على اوجه التشابه والاختلاف اللي ما بيننا، بس اللي هذكره وهتكلم فيه وهحاول اعمل عليه كده لايت للشخص اللي بحكي معاه الحاجات المتشابهه بيننا. يعني مثلا انا دلوقتي بتكلم مع صديقه ليا فلقيتها مثلا يعني انا بحب حاجه معينه، اكله معينه، هي بتحب نفس الاكله. بحب اروح مكان معين، ريحه برفيوم معين، بحب حاجه معينه في الحياه، الاقيها بتحب نفس الكلام، فاقول لها احنا فينا كذا وبنشبه بعض في كذا. ده بيعمل قرب شويه بين الطرفين، بيسهل الدنيا على الاشخاص، بيخلي مراكز العقل والتفكير ومشاعر تبتدي كده تهدى وترتاح ويبقى في امان وفي راحة في الكلام، ويبتدي يتقبل منك الكلام، فيبقى هنوصل في الاخر لطريقة حوار جيد. قبل برضو ما اتعامل مع الشخص اللي قدامي اعرف اهتماماته ايه، بيحب ايه، بيكره ايه الحاجات المهتم بيها قوي. لو حد يخصني طبعا لازم هبتدي ان انا ادور عليها واعملها له من غير ما اقول له بص انا عملت لك كذا.
ناس كتيرة بتاخدها بمحمل تاني، وهي فعلا لو زادت عن حدها بتتاخد بالمحمل التاني. يعني ما ينفعش صاحبتي نفسها تروح مكان معين اقول لها هوديكي المكان الفلاني، او قبل يعني خلاص وديتها واقعد اقول لها فاكره المكان اللي انا وديتهولك، اجي تاني فاكره المكان اللي احنا دخلناه سوا وانت كان نفسك تشوفيه، جبت لها هديه، فاكره الهديه اللي انا جبتها لك حلوه، اجي مره تانية استخدمتيها، مره تالتة عملتي ايه بقى بعد كده، لسه شغاله معاكي. كل ده كلام تعبان، ما ينفعش ابتدي يبقى مش هيبقى في بيني وبين الشخص اللي قدامي حوار، هيبتدي يتخنق مني. ناس كتيره ما عندهاش ادراك للمعايير دي، وده اللي بيعمل مشاكل كتيره جدا جدا. لما بنيجي نتعامل مع بعض بنفتكر ان احنا كده صح واحنا ما عملناش حاجه غلط، احنا عملنا ايه؟ لا، انت بتبقى مش واخد بالك. هي بتبقى اسس بسيطه بس ما بياخدش باله منها غير اللي بيركز في التفاصيل، اللي بيبقى فاهم، اللي بيعمل حساب الناس، حساب مشاعرها واحاسيسها، الكلام ده وبيكون مهم جدا على فكره، ما ينفعش ان احنا نستقل بيه. لما اجي اتكلم مع حد مهم جدا ان انا اركز ان انا اتكلم بايجابيه. يعني ما اقعدش اقول له لو عملت كده هتسقط، لو عملت كده هتموت، ما ينفعش. اقول له انت المفروض تعمل كذا عشان توصل لطريق احسن، عشان تبقى كويس في كذا، انا شايفاك مثلا لو عملت كذا هيبقى ليك مستقبل تحفه، لو عملت كذا هيبقى حلو، لكن مثلا كذا لو عملته مش حاسه ليك، حاسه في طريق تاني احسن ليك. ده كده بهدوء وبشياكه وبنبره هاديه، من غير زعيق وكلام فاضي من الكلام اللي بنشوفه ده. حتى لو هو شخص صعب بس هو سامعني، اهم حاجه الاستماع في اي حوار. لو مش سامعني طبعا بلح انا ولا بتكلم في اي حاجه، هو مش سامعني اصلا فمش عارف انا بقول ايه، مش هيعرف يتواصل مع تفكيري واللي انا عايزه اوصله له. فطبعا هو سامعني كويس وفي استماع وفي استجابه. ولو هو شخص صعب جدا وشايف نفسه اسوأ واحد في الكون، بطريقه الكلام بايجابيه كده وفي مرح وهزار، وانت كويس في كذا وممتاز في كذا وبلاش كذا، انت احسن في كذا، انت ممكن تعمل كذا وبلاش. يعني ما عادش اقول له انت فاشل، انت مش هتوصل، انت مش هتحقق كذا، هيعمل لك كذا كذا، بيأذيك كذا، انت وحش. صعب جدا. طريقة اصلا القاء الاتهامات وان انا كده بواجه حد بالصرامة وبالصعوبة دي تبقى وحشة على اي حد مهما كان هو اساسا، حتى لو ما بيهتمش بآراء الناس بيبقى جواه هو بيعمل كده ليه. لو هو ثقته شوية كويسة في نفسه، لو مش هيفكر ان هو مثلا هيبتدي يقول هو انا فعلا وحش، ممكن بعد فترة طويلة هيقول انا فعلا وحش، يبتدي يفكر بقى يعني هو انا كده فعلا بالطريقة دي. لو مش هيعمل ده هيجي عليه لحظة هيقول هو بيعمل كده ليه. يعني هو يا اما حد غيران، يا اما هو فعلا حد مش عايزني اوصل، يا اما هو حد شخصية مريضة وشايف كل حاجة سودة في حياته. هيبقى في خنقة، مش حابب يتعامل معاك، انت مش الشخص اللي بيديله الايجابية في الكلام، مش بيريحه في الكلام. فمن ضمن اهم الصفات في الحوار ان انت تكون بتتكلم بايجابية، في مرح، في لغة دعابة كده وهزار وقرب في الكلام. مش لازم اهزر والا ادبي ويلا يا كذا ومش عارفة ايه عشان ابين ان احنا قريبين من بعض وخلاص بقى احنا بقينا راضيين على بعض، مش لازم خالص، ده اصلا طريق غلط. بس ممكن اتعامل مع اللي قدامي اللي هو اشوف اهتماماته زي ما قلنا، اتكلم معاه فعلا بطريقه قريبه وهزار وبطريقه شياكه جدا، وما منسكش على حد عليا غلطه ولا اغلط ولا اعيب فيه ولا الكلام الفاضي ده. وفكره المسرح او الحفله اللي الناس كتيره قوي بتتعمل لها باعتبار ان احنا كده خلاص بقى اصحاب وبتاع وعادي هيتقبل مني، ده غلط. في ناس حتى لو بتاخد ده فعلا بهزار وبتتقبله بيبقى الموضوع عادي مش عامل لها اي ازمه، مع الوقت بتبتدي تتخنق. هو انت كل ما تشوفني تقعد تتكلم كده، ما خلاص بقى فكك كده. فعلا في ناس حتى لو هي ايه وثقتها 100% هي هتتخنق منك انت مش من نفسها. دي حاجات كلها بتبقى جميلة جدا في الحوار. طب انا لو عايزة ابدأ حوار مع حد او عايزة الحوار يكون احسن حاجة في الدنيا، اللي انا كده اكون شخص جميل اللي هو اللي قدامي يقول الله هو في كده، نمبر 1 ان انا لما اجي اتعامل ابتدي كده اقول الكلام بجملة بسيطة خالص. يعني مثلا واقفة مع حد عايزة افتح معاه كلام، الجو حلو النهاردة، اللي هو ممكن بيستخدموها ناس كتيرة
مش عايزه اقول بلغه الشباب الشقط اللي هم يعني ايه بياخدوا بيها الحد اللي قدامه يعني. بس لا، حتى لو مع صديقتي، لو انا واحد ومع صديقي، لو مع والدي، لو يعني بفتح كلام بطريقه حلوه، مش اقول يوه الشارع ده مقرف، حتى هو لو كلامه هو ملوش اي 30 لازمه ومش اذيه اساسا، في حاجه كده سودة. ايه الاحساس ده؟ احساس مش حلو دخل جواه. كان اقول له الجو حلو النهارده، الاكل مثلا لو بتاكلوا الاكل طعمه كويس، لو مثلا مش عايزين نقول كلام مش موجود، مثلا اكل مش كويس، كان في الاكل كان ممكن يبقى احسن، او ممكن كنا ناكل عند كذا مره جايه ان شاء الله وهيعجبك جدا. مش لازم اعيب في الحاجه اللي قدامي. كتر ما هقعد اعيب على حاجه في حاجه قدامي طول الوقت هيخليني انا نفسي شخص سلبي. مثلا المكان ده جميل، المكان ده فيه كذا، لو مثلا اباجوره متعلقه في اي مكان فازه والمكان كله مش عاجبني، ممكن ابص على الحاجه الحلوه واعمل عليها لايت كده، اللي هو في حاجه بعمل روح حلوه ليا وللشخص اللي معايا للمكان اللي انا فيه. دي حاجه بيبقى مجرد تعليق مش اكتر، مش هقعد ارغي بقى. اول حاجه واخر حاجه والمهمه جدا في اي كلام اساسا، ان انا لما اجي اتحاور مع حد او اتكلم مع حد، حتى لو كلام عادي مش حوار بقى وجلسه وكده، الابتسامه ليها سحر جبار. لما اكون بتكلم مع حد وفي ابتسامه كده على وشي، او حد يجي يكلمني وفي ابتسامه حلوه كده، دي في حد ذاتها بتوصل اللي قدامي احساس ان في قبول مني ليك، في راحه، بتكلم مش متضايقه منك، في محبه، يعني بيوصل انطباع واحساس حلو قوي للي قدامي وللي حواليا ولنفسي. حتى لو مثلا انا مخنوقه وابتسمت مع حد وبيتكلم، بعد ما هخلص كلام هحس ان انا في راحه شويه كده نزلت عليا. اللي هو مش بنافق، لا، هو الشخص ملوش لازمه، ملوش دعوه خالص باي ضغوط او اي مشاكل اساسا انا بواجهها في حياتي. هو ملوش ان هو يتدخل في الكلام ده، وملوش ان هو يشوف مني اي باك جراوند عن اي حاجه وحشه في حياتي. هو ماله اساسا؟ هو حتى لو عايش معاك فيها، هو مش سبب فيها، مش ذنبه ان انت تعيشه معاك المأساة. ممكن لو حد قريب منك هتحكي معاه كلام من ده الجميل ده، لكن مش اي حد يجي معلش اصل مخنوق شويه، معلش اصل مش عارفه حصل لي ايه النهارده. لا، ابتسامه دي ابسط ما يمكن. انا مش بقولك ادفع فلوس، يعني مش بقولك روح خده بالحضن، ابسط حاجه ابتسم في وشه. حاجه بسيطه وسهله جدا، مش محتاجه اي مجهود غير بس ان تعبيرات وشك شويه هتتحرك، وما فيهاش اي حاجه، ده انت بالعكس تاخد عليها صدقه. لما اجي اتكلم مع حد، ودي ناس كتيره قوي ما بتاخدش بالها منها، وخصوصا بين اي اتنين لسه مخطوبين او لسه بيتعرفوا او الكلام ده، بيبقى في طرف، مش كل الناس بس بيبقى في طرف في اي قعده او في اي علاقه ممكن بنتعرف على ناس جديده او قعده جديده، بتلاقي شخص عمال يتكلم وبس. هو سواء بقى بيتكلم عن نفسه، عن عيلته، عن حياه حد قاعد معاه، هو عمال يتكلم وبس، لدرجه ان ممكن يحس اللي قدامه ان هو عايز ينام، خلاص انا اتخنقت، اللي هو امتى يخلص عشان امشي. بتحصل لناس كتيره جدا. على قد ما تقدر او على قد ما تقدري سيبي المساحه ولو بسيطه ان يبقى فيه هات وخد في الكلام. ما اقعدش بالاربع ساعات عماله اتكلم عن نفسي والشخص التاني قاعد عامل لي كده، اللي هو هيخلص امتى، او حتى ممكن يكون مستمتع بالكلام والكلام مش مضايقه بس هو ما اتكلمش. انت دي بتبقى شويه فيها انانيه، انت عمال تتكلم عن نفسك وبس. طب سبته هو يعبر عن نفسه، يعني اديت لنفسك الفرصه ان انت تسمعه او تفهمه، او حتى من اي حاجه هيحكيها لك حتى لو مش عن نفسه تاخد عنه كده اي خلفيه الشخصيه دي ايه. تيجي بعد كده تتعامل معاه، لو ما سمعتهوش انت مش فاهمه، هتبتدي تقول عليه انطباعات من جواك انت ممكن جدا تكون غلط، فبالتالي انت كده ظلمته وانت مش حاسس. دي بتبقى مشكله كبيره قوي ان حد يظلم حد وهو مش حاسس، بسبب ظلم او حاجه ملهاش لازمه، بسبب ان هو كان رغاي شويتين فما ادلوش الفرصه ان هو يتكلم اصلا عن نفسه او يعبر عن شخصيته او عن اي حاجه في حياته. فده بيبقى ظلم باين، بتبقى حاجه صعبه قوي وقاسيه قوي. لما تيجي تتكلم، قلنا قبل كده بيبقى فيه مرح في الكلام خصوصا مع الناس القريبه، ولو مع الناس اللي لسه بنتعرف عليها افضل حاجه الابتسامه. وبلاش بليز 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 لو دمك مش خفيف بلاش تستخف دمك، يعني بلاش تقول نكت بايخه. يعني حتى لو الشخص اللي قدامك متقبلك وعنده استعداد يتعامل معاك،
هيتقفل، اللي هو نعم اه حلوه لطيفه، هتمشي امتى بقى؟ بتحصل، محدش ينكر. بلاش تقول نكت بايخه، بلاش تقول كده كلام في النص اللي هو انت بتحاول تلطف وتخفف الجو والكلام اساسا تقيل. دمك خفيف حلو جدا، كان بها اتكلم وهزر واظهر الموهبه اللي عندك. يعني الناس كلها محتاجه ان هي تمشي تضحك اساسا. دمك مش خفيف، اتكلم طبيعي، متبقاش مكشر، متبقاش صارم، متبقاش بتتكلم في شغل او في عمليه يعني بشخص عملي اكتر. لا، اتعامل طبيعي جدا اكنك بتتعامل مع نفسك او مع حد قريب منك. بس يعني جت فرصة تضحك ولقيتها فعلا حاجة ظريفة وفعلا مش حاجة رخمة، مجرد ان انت بتقضي الكلمتين وبتضحك اللي قدامك بالعافية، اعملها. ما جاتش الفرصة، اتكلم عادي ومش لازم تضحك اللي قدامك، احنا راضيين يعني، على الاقل مش هنتقفل. حاجة كمان ودي مهمة جدا وبتعصب ناس كتيرة جدا ومنهم انا شخصيا، لدرجة ان يعني ممكن يجيلي ضيق تنفس بسببها. اكون بتكلم مع حد ويقعد طول ما انا بتكلم عمال يقاطعني. الموضوع ده ابشع حاجة في الدنيا. انت لو بتتكلم مع فيل بارد ما بيتنرفز هيتجنن قدامك. ان حد بيتكلم وانت عمال تقاطعه، هو في الاول بيسكت، بعد كده بيتخنق، بعد كده هتلاقيه بيقولك عايزه اكمل كلامي، بعد كده هتلاقيه بيزعق، بعد كده هتلاقوا ان الدنيا بتبوظ، هو مش عارف يتكلم، مش عارف يعبر عن نفسه، مش عارف يقولك اللي في دماغه ايه. بغض النظر عن كل ده، الكلام معروف حوار هات وخد، كلمه وردها كده بتبقى حوار، اسمها حوار بين طرفين، مش انا قاعده عماله اتكلم وبس. لما اكون بتكلم مع حد، فان انا ادي لنفسي المساحه كلها ان انا اتكلم، وكمان اللي قدامي يجي يتكلم اقطعه في الكلام عشان احكي ايا كان هحكي ايه، مش فير ابدا. يعني هي حاجه فوق الفظيعه. على قد ما نقدر ما نقطعش اللي قدامنا، دي بس حاجه كده يعني. لو هنسيب كل الكلام اللي فات ده، فهي اقل حاجه ان انا ما اقطعش الشخص اللي بيتكلم قدامي وبس، مش عايزين منك اي حاجه تاني. حتى لو اللي هي مش يعني مش هتفرحه، بس مش هتضايقه، لان اصلا اساس الحوار استماع. وكل ما هتكون مستمع جيد للشخص اللي قدامك، كل ما هتدخل قلبه بسرعه، كل ما هيرتاح لك اسرع، كل ما يحس معاك بالامان اكتر، فهتكون حاجه حلوه يعني مش حاجه وحشه. فبالتالي هي يعني عمليه مش صعبه، مش حاجه مش هتبقى مريحه ليك فيما بعد. على قد ما تقدر ان انت وانت بتتكلم مع اللي قدامك، اديله كده جمل مجامله اللي هي الكومبليمون الصغيره اللطيفه اللذيذه الحلوه دي، اللي هو يعني لما تشوف حد شكله حلو، ايه المشكله يا اخي لما تقوله انت جميل جدا النهارده، الطقم ده تحفه عليك وشيك جدا، النضاره دي حلوه قوي، طريقه كلامك عجباني، طريقه تفكيرك كويسه جدا وانا معجب بيها، النهارده كنت بتتكلم كويس، ريحه البرفيوم بتاعتك لذيذه، كده يعني ما فيهاش اي مشكله، وما فيهاش اي، مش محتاجه جراءه زياده عن اللزوم. انت بتعبر عن حاجه حلوه قدامك، هتبقى حلوه للي قدامك فعلا، يعني هو هيحسها حاجه كويسه وهيبقى مبسوط، وكمان هتقربكم من بعض، مش هتعمل العكس اكيد. وفي نفس الوقت هي مصلحة ليك، لانها في نفس الوقت بتقربكم من بعض، وعبرت عن حاجة حلوة، انت بتحس ساعتها ان انت عندك سلام نفسي، انسان سوي نفسيا، حاجة عجبتك وعبرت عنها. لكن يعني الحذر ان انا يوصل بيا الموضوع للتطبيل، دي بتبقى حاجة تانية. لو يعني ممكن حد انا شايفة مثلا ان انا شكلي كويس، فحد يجي يقول لي شكلك جميل، فانا هبقى عارفة ده، فانا مبسوطة، بتكلم كويس وباحترام، انت انسانه محترمه او طريقه كلامك كويسه. اجي اتكلم مع حد فتفكيري انا بتكلم بحاجه اكيد انا مقتنعه بيها، تفكيره مثلا في لينك في التفكير او في هارموني، فيقول لي طريقه تفكيرك كويسه ومريحه وعجباني، فحاجه هتبسطني. لكن مثلا انا شايفه ان انا نازله مش في المود، لبسي مش احسن حاجه، الدنيا فيها حاجه دروب مثلا، فيجي يقول لي انت قمر، انت ما فيش زيك، انت وانت هي مجامله وحاجه بيرفع من روحي المعنويه، بس الاوفر منها هيقفلني. يعني انت كده شخص قفيل، يعني خلاص كده انا قفلت منك، مش من اول مره ممكن، بس ممكن بالطريقه هبتدي اركز في الحته دي. هل انت بتطبل؟
هل انت فعلا بتعبر عن رايك؟ هبتدي اركز غصب عني، ومع الوقت فعلا لو انت بقى من الناس اللي بتطبل والجو ده هتخنق. فبلاش التطبيل، نعبر عن راينا عن الشياكه كده وبالذوق وبالاحترام والجمال ده، بس بلاش التطبيل، بيعمل اثر سلبي جدا على اللي قدامك وبيرجع عليك سلبي اكتر منه. مثلا لو عايزين بقى نعمل حوار، يعني في اتنين مثلا هيعملوا حوار من بعض مبدئيا كده، خصوصا لان في ناس كتيرة عندها مشاكل كبيرة جدا وبيحصل انفصالات ومشاكل كبيرة فعلا بسبب حاجة زي دي. اتنين مثلا لسه مخطوبين، لسه بيتعرفوا، لسه بيحصل بينهم صداقة، الكلام اللي هو لسه في البداية، الحاجات اللذيذة دي. مبدئيا لازم اكون مدركة 1,000,000% ان انا والشخص اللي قدامي مش نسخة واحدة، ومش هنبقى نسخة واحدة. ده حتى الاب والام لما بييجوا يخلفوا ابن، لما بيكبر ما بيبقاش نسختهم اللي هم ابنهم اللي هم مربينه. فانت شخص جاي بتتعامل معاه، في بينكم مثلا ارتباط عاطفي، صداقة بتاع، ممكن هتقربوا جدا وروحكم هتبهت على بعض وتبقوا قريبين في حاجات كتير، لكن تكونوا نسخة واحدة مستحيل. ربنا ما خلقش لينا كلنا بصمة واحدة، خلق لكل انسان بصمته، نفس الكونسبت، لكل شخص شخصيته، مش هتلاقي شخصية شبه التانية. دايما انا بقولها كده، مفيش شخصية زي التانية، ممكن كلهم كويسين بس شخص زي شخص زي شخص، او شخص احسن من شخص، مفيش. هو كل واحد مختلف وكل واحد بيعبر عن شخصيته بطريقته بقى، فدي الاختلاف اللي في الموضوع. فمبدئيا لما اجي اتعامل مع حد اكون مدركة تماما ان انا شخصيتي مختلفة عن شخصية اللي قدامي، ابتدي اتعامل واكون متقبلة ده جدا، ومع العلم ان الشخصية اللي قدامي هيكون فيها عيوب وفيها مميزات، بس لو هنيجي على العيوب اللي هي بتعمل مشاكل وكوارث كتيرة، لازم اكون فاهم كويس او فاهمة كويس ان العيوب اللي قدامي في عيوب بتكون قابلة للتغيير، ان هي ممكن نتكلم فيها كده، حاجات بسيطة ممكن تضايقنا او تبوظ العلاقة، فنبتدي نتكلم فيها واحدة واحدة عشان الدنيا تبقى ألطف. في عيوب بتبقى مولود بيها زي الطباع، حاجات جذرية مش هينفع ان اخدها، يعني مش هينفع اشدها كده من الشخص واقول له انا مش عايزاها. في حاجات قابلة، حاجات غير قابلة، وحاجات لو حاولت اغيرها هتبهدل الدنيا. في حاجات لازم اتكلم فيها، وفي حاجات ممكن اتكلم فيها بس عشان اقول للشخص نعمل فيها ايه، نتعامل معاها ازاي، ايه الحل فيها. لو تلاحظوا ان كل ده بقول هنتكلم، هنتناقش، هنشوف الحل، يعني الموضوع بين اتنين بيتكلموا. لكن ما ينفعش انا مثلا شفت كده في شخصية لسه بتتكلم معايا حاجة ضايقتني، احط في نفسي لا الشخصية دي لا. اول مرة ممكن احاول ان انا اتعامل، انا عايزة اتكلم مثلا، نتكلم في 1 2 3 مضايقني، هنتعامل معاه ازاي؟ هنتعامل معاه 1 2 3 ونبتدي نصلح الدنيا مثلا، والكلام الجميل ده. حصل فيها دروب بعد كده، معلش، قعدة تانية انا اتكلمت فيها قبل كده وحصل تاني، الموضوع ده بيضايقني، الموضوع ده بيوجعني، الموضوع ده بيهمني، حاساه مش لطيف، مش ماشي مع دماغي، مش هينفع في علاقتنا سوا، هيفرق ما بيننا، مش هيجمعنا في طريق واحد. اشوف رياكشن الشخص اللي قدامي ايه، هل هيتقبل الكلام؟ هل اللي هو انا كده وخلاص وفاكس، اللي هو يعني فكك مني بقى وهو كده وده اللي عندي ومع نفسك، ولا هنحاول نتعامل، طب احنا ممكن نعمل كذا، ولا هيتحول للشخص اللي هو احنا ممكن نعمل كذا وهنتغير. مبدئيا هيقولك نتغير، اعرف ان هو بيكذب عليك، مفيش حاجة اسمها هنتغير، لا احنا ممكن نتعامل معاه 1 2 3 ونغير ده بالطريقة مع بعض ونحاول ان احنا نعدله. لكن انا هتغير ومش هعمل ده تاني، ده بيبقى كده ايه اللي هو فض مجالس زي ما بيقولوها يعني. اشوف الرياكشن بتاع الشخص اللي قدامي، هنتعامل فيها 1 2 3 خلاص تمام ماشي، نبتدي بقى نشوف الدنيا. لقيت الشخص بيقولك لا خلاص والدنيا فيها زعيق وبهدله، احنا مختلفين لكن مش بالزعيق، مش بالصوت العالي، بالهدوء، بالحوار، بالتعامل، غير كده الدنيا مش هتمشي بتاتا. دايما الاختلاف بيكون
حاجة كويسة، لكن احنا نحاول نكسبها لينا عشان نمشي في طريق واحد ونتقابل في نقطة واحدة، مش عشان نفرقها. والاهم من ده ان احنا نسمع، نتعلم نسمع بعض، مش هنخسر. نجرب ندي فرصة لنفسنا ان احنا نسمع ونتكلم. اهم حاجه ان احنا ما نبطلش نسمع بعض، وعلى قد ما نقدر مشاكلنا نحاول ان احنا نحلها ونوصل بيها لبر امان من ناحيتي ومن ناحيته او من ناحيتها، عشان كل حاجه تبقى بسيطه كده وسلسه وتعدي وتتحل، ونخش على المرحله الاحسن ونكون علاقتنا احسن، بتتطور بشكل احسن واحسن دايما. للاسف الحلقه لسه عامه ما خلصتش، يعني ممكن نعمل لها حلقه تانية، بس الوقت مضطر ان انا اختم عشان وقت الحلقه. اشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي يوم الاثنين الساعه 7 برنامجنا اسلوب حياه مع منى عبد الحميد على راديو ستارت.